سمعت عن أعلى جسر معلق في العالم؟ جسر بيعتبر أعجوبة حصلت في القرن الحالي، ارتفاعه 625 متر، ولو مشيت فوقه هتختصر طريق مسافته زي المسافة ما بين القاهرة والإسكندرية في دقيقتين وبس. يا ترى ليه الجسر ده أعلى جسر في العالم؟ وإزاي السيسي عمل الأضخم منه بكتير؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. كل يوم الصين بتبهرنا بإنجاز جديد حرفياً بيجنن العالم كله، مرة أطول برج في العالم، ومرة أسرع قطار، ومرة أكبر سد. المرة دي قالك نعمل جسر، بس مش أي جسر، ده جسر مبني في الجنة حرفياً، مش على الأرض. تخيل تبقى ماشي على جسر ارتفاعه 625 متر فوق وادي عميق. الرحلة اللي كانت بتاخد ساعتين أصبحت دقيقتين فقط. القصة بدأت في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين. المقاطعة دي أصلاً مليانة جبال وأراضي وعرة، يعني لو كنت عايز تنتقل من مكان لمكان كنت بتقعد ساعات تلف وتدور علشان تلاقي طريق. بس الصين قالت لأ، إحنا مش هنسيب الطبيعة تعطلنا، بالعكس هنخليها حافز علشان نعمل إنجاز يخلي العالم كله يتكلم. المشروع اسمه جسر هوات جيانج جراند كانون. الجسر ده أعلى وأطول جسر معلق فوق وادي في العالم، ارتفاعه 625 متر فوق نهر بيبان، وامتداد الجسر الرئيسي لوحده 1420 متر. يعني تقريبا لو بصيت من فوق هتحس إنك بتعدي قارة مش طريق عادي. الجسر كله طوله 2890 متر، يعني حوالي 3 كيلو متر، وبفضل الجسر ده الناس كانت بتاخد ساعتين علشان تعدي الوادي، أصبحت بتعدي في دقيقتين. تخيل الفرق اللي عملته الحكومة الصينية لشعبها، واللي جرب يمشي ساعتين في أرض جبلية هيعرف إن الإنجاز ده مش عادي. تخيل إن الجسر ده أعلى من جسر البوابة الذهبية المشهور في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ب9 مرات. يعني مش مجرد جسر محلي، ده جسر كسر كل الأرقام العالمية وأثبت إن الصين ما بتهزرش. حسب تقرير نشره موقع المصري اليوم، فالموضوع أخذ 3 سنين شغل، مش شغل عادي، شغل على ارتفاعات شاهقة وسط وادي عميق مع رياح وتضاريس صعبة للغاية. المهندسين استخدموا أحدث التقنيات علشان يبنوا الجسر، ملاحة بالأقمار الصناعية، طيارات دراون، أنظمة مراقبة ذكية، ومواد متطورة قوية جدا. المفاجأة إن المشروع ده لوحده أخذ 21 براءة اختراع، وده لأنه حرفيا بيفتح الباب لمعايير جديدة من بناء الجسور عالميا. لو انت فاكر ان الصين هي الوحيدة اللي بتعرف تعمل جسور ضخمة تبقى غلطان، لان مصر نفسها قدرت تحقق انجاز عالمي مبهر في عهد الرئيس السيسي، وده لانها قدرت تبني واحد من اضخم 5 جسور في العالم، وهو كوبري تحيا مصر اللي موجود في محور رود الفرج. الكوبري ده اتنفذ تحت اشراف شركة المقاولون العرب، وبيعتبر واحد من اهم المشروعات القومية اللي اتعملت علشان تحسن البنية التحتية وتفتح فرص شغل لآلاف الشباب. الكوبري مش مجرد مبنى عادي، ده بيربط شمال وشرق القاهرة بخط ممتد بيوصل من البحر الأحمر لحد البحر المتوسط، يعني محور استراتيجي بيخلي حركة المرور أسهل وأسرع لكل المصريين. كمان الكوبري ده بيسهل على العربيات اللي جاية من مدينة نصر ومصر الجديدة لحد الشيخ زايد وأكتوبر من غير ما يضطروا يعدوا وسط البلد ويغرقوا في الزحمة. الأهم إن عرضه 67 متر و30 سنتي، يعني 220 قدم، وده خلاه يدخل موسوعة جينيس باعتباره أوسع جسر معلق في العالم، وشارك في تنفيذه حوالي 4000 مهندس. قول لنا أنهي جسر فيهم أعجبك أكتر؟